بيان إلى الرأي العام باسم مجلس عوائل الشهداء في الحسكة. بينما يصدر أبناؤنا بدمائهم الطاهرة أعظم ملاحم البطولة والفداء صونا للكرامة والوجود، وفي وقت نحتاج فيه إلى رص الصفوف وتوحيد الخطاب القومي، طالعتنا قناة آفا تي في التي تبث من جنوب كردستان بتصرف استفزازي تمثل في تغطية وجه القائد والأيقونة الأممية عبد الله أوجلان أثناء بثها. إننا في مجلس عوائل الشهداء نعتبر هذا الفعل المشين ليس مجرد سقطة إعلامية، بل هو تطاول سافر على الرموز الوطنية والنضالية التي تمثل تطلعات الملايين إهانة مباشرة لتضحيات الشهداء الذين ساروا على نهج وفكر القائد أوجلان لتحرير الأرض والإنسان. انخراط مشبوه في سياسات الإنكار التي تمارسها القوى المعادية للشعب الكردي بهدف طمس هويته والنيل من إرادته. إذا محاولة حشد صورة القائد هي محاولة بائسة لتقود الذاكرة الجمعية الكردية وتكشف وضوحا أجندات لا تخدم المصلحة القومية بل تسعى لزرع الفتنة والارتهان لإرادة المحتلين. فمن يدعي تمثيل الصوت الكردي لا يتنكر لمن قضى حياته خلف القضبان من أجل حرية شعبه. بناء عليه فإننا في مجلس عوائل الشهداء ندين بأشد العبارات هذا التصرف اللا أخلاقي من قبل إدارة قناة آفا تي في. نطالب القناة بتقديم اعتذار رسمي وواضح للشعب الكردي ولعوائل الشهداء خاصة. ندعو كافة المؤسسات الإعلامية الكردية إلى الالتزام بالقيم الوطنية والارتقاء إلى مستوى المسؤولية التاريخية في هذه المرحلة الحساسة. سيبقى القائد عبد الله أوجلان شعلة الحرية التي لا تطفئ، وستبقى صورته محفورة في قلوبنا وعقولنا، ولن تنجح كل محاولات التعديل في حجب شمس الحقيقة. عاشت مقاومة القائد، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. مجلس عوائل الشهداء في الحسكة.